يا كوتش، هو احنا في رمضان مش بنصوم 16 ساعة واكتر؟ يعني بديهيا ان انا اخس او اخسر دهون، ليه بقى بخرج من رمضان زايد؟ دي من اخطر الاسئلة الشائعة اللي بتعدي علينا قبل رمضان او في رمضان. وعن نقيض في سؤال تاني برضو شائع: يا كوتش انا ازاي احافظ على الكتلة العضلية بتاعتي؟ انا بخرج من رمضان خاسس جدا وخسران كتلة عضلية جدا. او سؤال تالت خالص: يا كوتش انا وصلت للشيب الكويس او حافظت على الكتله العضليه بقدر الامكان في رمضان وخسرت نسبه دهون كويسه، ليه بعد رمضان برد جامد؟ ال 3 4 كيلو اللي انا نزلتهم بردهم 5 6، ليه برجع الضعف بعد رمضان في خلال اسبوعين فقط؟ دي من اكتر الاسئله الشائعه اللي بتسالها اللعيبه للكباتن او بتبحث عنها على المنصات. فانا هرد لك على اهم الاسئله دي وهديك شويه نصايح في الحلقه دي ازاي تتعامل في رمضان او ازاي تخرج باحسن شيب في رمضان. وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم وعلينا يا رب. ربنا يتقبله منا. وزي ما انا معودكم دايما ان احنا قبل ما نتكلم عن حاجه نعرف ايه هي او ايه هي فوائده. طبعا كلنا عارفين ايه هو الصيام، لكن فوائد الصيام هكلمك عن بعض جزء من الفوائد الصيام. ودي من حكمه ربنا سبحانه وتعالى علينا. طبعا اول حاجه ان هو بيحسن عمليه التمثيل الغذائي، الميتابوليزم بتاعه الهضم، بيحسن مستويات السكر في الدم. ثالث حاجه بيحرق دهون، بيخليك تستخدم مخازن الدهون كطاقه بنسبه اعلى من المعتاد. بيقلل خطر امراض القلب عن طريق انه بيقلل الكوليسترول الضار ال LDL وبيعلي الجيد اللي هو ال HDL. بيحسن من وظائف الجهاز الهضمي وبيقلل الاضطرابات اللي بتحصل له زي الانتفاخ وعسر الهضم اللي احنا بنعاني منها في الايام العاديه. بما اننا محتوانا رياضي وبنتكلم عن الرياضيين، يبقى انا برضو عايز اعرف ايه الفوائد للرياضيين اللي انا اقدر المسها او ملموسه او محسوسه. وانا صايم مخازن الجلوكوجين بتاعتي بتخلص، مخازن الكربوهيدرات بتاعتي المخزنه اللي الجسم بيستخدمها كطاقه بتخلص. فلما اروح اتمرن وانا صايم بيدفع الجسم ان هو يستهلك الدهون المخزنه كطاقه بنسبه اعلى. يبقى انا فعلا اقدر اخسر نسبه دهون عاليه جدا وانا صايم. لكن لازم نحذر من حاجه ونعتبر ان دي اول نصيحه ممكن انصحها لك في الفيديو ده: ان انت لازم تراعي مستواك في التمرين او ترشد المستوى، ما تتمرنش بنفس الشده وانت في حاله غير الصيام. انت لما بتفطر وتروح تتمرن بيبقى عندك الطاقه، خلاص انت غذيت الجسم بالكميه الطاقه اللي هو عايزها بالمايكرو اللي هو عايزه. لكن لما تروح تتمرن وانت صايم انت في الحاله دي مفيش مخازن جلوكوجين، ما جسمك في مرحله جفاف، فممكن لا قدر الله يحصل لك مضاعفات وممكن يوصل لمرحله الاغماء. فلازم تنتبه. العب كارديو لكن بشده خفيفه، العب مقاومه لكن بشده اقل توصل ل 70% من مستواك الطبيعي. ده لو انت مضغوط وهتتمرن وانت صايم عافيه. تاني فايده ليك كرياضي انه بيعلي لك جدا هرمون الجروث هرمون الGH بنسبه عاليه جدا وانت بتتمرن. بيساعد في تحسين حساسيه الانسولين. حساسيه الانسولين مش مقاومه الانسولين. يعني ايه حساسيه الانسولين؟ ان الجسم يعرف يقرا السكر اللي داخله ويعرف يفرز انسولين علشان يقوم بدوره بصوره طبيعيه. بالتالي بيكون بيساعد في مقاومه الانسولين. ليه مقاومه الانسولين؟ ان الجسم حساسياته ما بقتش احسن حاجه في قراءه السكر، فممكن نسبه السكر تعلى في الدم لكن الجسم ما قراش، فالبنكرياس ما افرزش الانسولين اللي الجسم محتاجه. وبيساعد في زياده افراز هرمون التستوستيرون هرمون الذكوره بنسبه اعلى. طيب، من النصائح اللي اقولها لك في رمضان، طبعا انا مش محضر لك سكريبت ولا كاتب لك بنود ولا شروط نمشي عليها، انا طالع دردش معاك اكني فاتح لايف. انا طالع دردش معاك واقول لك تعمل ايه وما تعملش ايه، افهمك ايه الصح وايه الغلط، وانت برضو مهما كان انت طبيب نفسك اعمل اللي انت شايفه صح ليك. بمعنى، فعلا رمضان والصيام بيساعدك جدا انك تخسر دهون، لكن اكون عقلاني. انا عايز انزل دهون، ده ما يخليكش تروح تلعب 45 دقيقه كارديو قبل الفطار بساعه. حضرتك انت جسمك في اسوأ مراحل الجفاف بتاعته، ما تروحش تضغط على نفسك لا قدر الله يحصل لك اغماء او مضاعفات. فانت لازم تكون ذكي. انت مضغوط، ما عندكش وقت تروح تتمرن غير وانت صايم. ايا كان بقى السبب، عندك عمل بالليل، عندك دراسه، انت مضغوط بالليل، خلاص ما عندكش وقت، خلاص اتمرن قبل الفطار. لكن اولا حاول انك تتمرن بدري شويه، يعني بلاش الساعه 5 ونص 6 دي، لا اتمرن الساعه 2 3 لما الجيم يفتح، لان الجيمات بتفتح الساعه 2 3. ليه اتمرن 2 3؟ عشان اكون لسه عندي شويه مخازن جلوكوجين اتمرن عليها. طب لا يا كوتش انا عايز اخسر دهون وما عنديش وقت، انا بخلص الشغل الساعه 3 يا دوبك اصلي العصر انزل اروح الجيم على الساعه 4 ونص 5، هلحق الساعه اللي قبل الفطار. اعمل ايه؟ لما تروح
اتمرن مقاومه واتمرن كارديو، لكن الكارديو يبقى هادي، اخرك 15 دقيقه على التريد ميل. 15 دقيقه ده كتير قوي. طب مستوعب ان وانت على التريد ميل بتبقى عايز تشرب ميه، فبالك اصلا انك صايم بقالك اكتر من 15 ساعه بالمنظر ده. ده حاجه. الحاجه الثانيه، لما تيجي تتمرن مقاومه انزل لمستواك في المقاومه ل 70%. يعني مثلا انت متعود على البار بنش تشيل 100 كيلو، تشيل 70، بتشيل هنا 70، شيل 45 وهكذا. لازم تراعي دايما ان انت جسمك في اسوأ مراحل الجفاف، انت عايز هيدريشن. تمام. ده لو انت مضغوط تتمرن قبل الفطار، او انت هدفك تخسر دهون. هدفك تخسر دهون، في الحاله دي انت مش هتعرف تعمل كتله عضليه، انت بس هتحاول تحافظ على الكتله العضليه بتاعتك وهتخسر نسبه دهون كويسه. يبقى انت هتكسب رمضان في ايه من حيث الرياضه؟ ربنا يا رب يجعلنا من الفائزين والناجين بيه ويعتق رقابنا من النار كلنا يا رب ونطلع منه فائزين. انت عايز تكسب ايه كرياضي في رمضان؟ عايز تخسر دهون؟ هتخسر دهون، لكن مش هتعرف تحافظ على الكتله العضليه بالنسبه اللي انت متخيلها. مش هتزيد، هنحاول نحافظ عليه. هحاول احافظ عليها ازاي؟ هخش لك في تاني بند، ان انت تحافظ على الكميه او الاحتياج بتاعتك من السعرات. الاحتياج بتاعك من السعرات بمعنى، دلوقتي في ناس كتير بتشتكي يا كوتش انا بخرج من رمضان، انا بزيد في رمضان وزن مع العلم ان انا صايم ساعات طويله. يا عم انا عارف انك صايم، ما تخافش، مش بتفطر من ورانا ولا حاجه. دلوقتي انا ليه بزيد في رمضان مع ان انا صايم زي اخويا بيحس انا بزيد؟ ليه بزيد؟ لان يا استاذ، كنت هقول كلمه تانية، يا استاذ حضرتك بتروح تفطر لي، بتروح تكسر صيامك على شوب سكر قد كده، كوبايه عصير. ما تقولش عليها عصير، ما تقولش عليها عصير مانجا، ما تقولش عليها عصير تمر، ما تقولش عليها عصير صوبيا، لا دي كوبايه سكر. انت بتشرب على انت بتفطر على كوبايه سكر. كميه الكالوريز اللي انت دخلتها دي ايه الفايده منها؟ كميه الكالوريز ديت تطلع لك، تطلع من 150 200 جرام لحم او دجاج يطلع لك بروتين بنسبه عاليه. يبقى حضرتك علشان انت بتدخل كميه كالوريز ملهاش اي لازمه. الحلويات والكنافه والقطايف واللطايف، ست الحاجه طبعا مدلعاك. طيب كميه الاكل والسعرات الحراريه اللي جايه اللي انت بتدخلها من الحلوى والحلويات والسكر، كميه الكالوريز ده هيروح فين؟ ما هو بديهي يا بيه هيتخزن، فاكيد هتزيد في الميزان. خلاصه الكلام، رمضان زيه زي اي شهر، ليك فيه احتياج في اليوم. بالعكس ده بيكون احتياجك فيه اقل من الايام الطبيعيه، لان انت في رمضان اكيد ما بتبقاش اكتف زي الايام العاديه، فانت ليك احتياج من السعرات. ما تتخطاهوش وما تعديهوش، علشان ببساطه شديده ما تزيدش وما تزودش الدهون بدل ما تقللها. يعني انت محتاج في اليوم 3000، ما تروحش تاكل لي طبق بسبوسه معدي ال 700 800 سعره وتقول لي انا ليه بزيد. فانت ليك احتياج من السعرات لازم تاخده بمنطقيه. ده مبدئيا ليك احتياج من السعرات لازم تاخده بمنطقيه. خد الاحتياج بتاعك. طب انا عايز نفسي في حلا، ما تاكل، انا ما منعتكش، بس كل بعقلانيه زي ما بقول لك دايما. كل الحاجه من نفسك، حاجه صغيره، قطعه بسبوسه، قطعه كنافه، واحده قطايف، كل اللي نفسك فيه، لكن في اطار احتياجك. تالت حاجه عايز انصحك بيها، ان انت لما بتكون صايم لازم بقى تنتبه للوقت ده قوي، لازم تنتبه للكلمه دي قوي. انت لما بتكون صايم جسمك بيكون متعطش، ملهوف على اي ماكرو نيوترينز هتدخلها له، اي فيتامينز، اي بروتين، اي كربوهيدرات، اي فات، اي سكر، اي حاجه هو متلهف فيها. برضو ايه الفايده؟ انت لما بتكون صايم وتيجي تفطر، وجبه الفطار دي الجسم بيمتصها تقريبا 100%. انت في الطبيعي لما بتاكل جسمك ما بيمتصش الاكل كله، لكن انت في الحاله دي، ودي من حكمه ربنا سبحانه وتعالى برضو علينا، ان احنا لما بنصوم جسمنا بينضف وبيفلتر نفسه، ولما بنيجي ناكل بنستفاد 100% من الاكل اللي داخل لنا. فلازم تنتبه قوي لوجبه الفطار اللي داخلها لك، لان انت لو اديت للجسم دهون عاليه هيمتصها، اديته سكر عالي هيمتصه. فلازم قوي تنتبه في وجبه الفطار، لان جسمك وقتها بيكون متعطش واي حاجه بتخش له بيمتصها كلها. فلازم تنتبه قوي للوجبه اللي انت هتدخلها. ما تروحش ابدا تفطر على، تكسر صيامك على شوب عصير قد كده كله سكر، لان الجسم هيمتصه كله. وبالتالي ايه اللي بيحصل بعدها؟ بديهي اللي بيحصل مع الكل، ان الانسولين عندك بيعلى، السكر عالي فالانسولين بيعلى، فده بيدخلك في مرحله خمول وعايز تنام بعد المغرب. ضاعت العشاء وضاعت التراويح وضاعت العباده وضاعت ليلتك كلها، ونايم على نفسك ومش شايف قدامك. ليه؟ عشان البيه مش عارف يمسك نفسه. بلاش حاجه تانيه، انا ماسك لساني. تمام؟ يعني انا بتعامل من دلوقتي اكننا لسه اكننا في رمضان خلاص، ما هو رمضان لازم نستعد له من قبلها. بوجهه نظري الشخصيه، او نقدر نقول ان دي رابع نصيحه ليك، بوجهه نظري الشخصيه، ايه افضل وقت للتمرين؟ بديهيا مش قبل الفطار،
ده لو انت هدفك زياده الكتله العضليه او على الاقل الحفاظ عليها. مبدئيا مش قبل التمرين، وانت اصلا في الوقت ده هتبقى في اسوأ حالاتك، مرحله جفاف، مفيش ميه، مفيش فيتامينز، مفيش مينرالز، مفيش كربوهيدرات، جسمك في مرحله ميؤوس منها، مش هتعرف تدي التمرين اللي انت عايزه، وفي نفس الوقت ممكن لا قدر الله يحصل لك مضاعفات واغماء اقرب حاجه لو انت هتركز على الكارديو. يبقى مبدئيا مش قبل الفطار، ده مش افضل وقت. طيب افضل وقت في انقسامين، انا برجح واحد منهم، لكن لو عشان انا ما معيش وقت وعندي شغل بعد الفطار، هتقدر تكسر صيامك على السنه. عدد فردي من التمر، 3 تمرات 5 تمرات او 7 تمرات، بلاش اكتر من كده يا بخل، عايزين برضه غلط، مش عايزين اكتر من كده لان احنا اصلا لسه بنحاول نرشد، بنحاول ناخد الاحتياج بتاعنا. عدد فردي من التمر 3 او 5 او 7 مع كوب حليب، وجبه كامله متكامله صغيره، فيتامينز، مينرالز، كربوهيدرات، بروتين، وجبه كامله. عدد فردي من التمر مع حليب. صلي المغرب، خد شنطتك انزل على الجيم. طبعا لازم تكون متابع ان الجيم بيفتح بعد المغرب على طول ولا لا. تمام، ده اول حاجه. اكسر صيامك بتمر وحليب، صلي، خد وقتك 5 دقائق 10 دقائق، انزل على تمرينك. اخطف تمرينك اعلى كفاءه، خلص تمرينك، الحق خد الشاور، انزل صلاه العشاء والتراويح، وادعي وربنا يوفقنا ويتقبل منا جميعا. طيب ما عنديش وقت، مش هينفع، انا فطرت ومش هقدر انزل دلوقتي، ايا كان عندي ايه، او انا بحب دايما اصلي العشاء والتراويح، اخلص كده ليلتي الاول والتعبد وبعد كده انزل. ده تاني افضل وقت، وبالعكس ده الوقت الافضل ان انت تكسر صيامك. زي ما قلنا هو كده كده التمر والحليب ثابت، اكسر صيامك على التمر والحليب على السنه. صلي، خد وقتك، عدي نص ساعه ساعه الا ربع، خد وجبه الفطار لكن مبسطه، يعني نص وجبه. بتاكل طبق رز، لا خليه نص. بتاكل صدر دجاجه، خليه نص الصدر. طبق سلطه حلو، انزل صلي العشاء، خد التراويح، ارجع منها اضرب لك موزه مع كوبايه قهوه وانزل خد تمرينك، هتكسر الدنيا وهتكسر الجيم. ده افضل وقت ليك، بس لو عندك امكانيه لده. عندك امكانيه، ما عندكش شغل، ما عندكش دراسه، ما عندكش حاجه، وعندك امكانيه لده، تتمرن بعد التراويح، ده افضل وقت ليك. طب ما عندكش امكانيه زيي، بعد اكسر صيامك وروح التمرين. تمام، يبقى ده افضل وقت، اكيد مش قبل الفطار، اكيد. حتى لو عايز تخسر دهون، لان انت اصلا مش هتعرف تروح تتمرن، مش هتعرف تدي اداء، وهتتعب جدا وهتعمل لنفسك مضاعفات. افضل وقت طبعا بعد التراويح على الساعه مثلا 9 9 ونص، افضل وقت، خلاص جسمك تشبع بكل العناصر الغذائيه اللي هو عايزها، هتعرف تروح تتمرن باقصى اداء واقصى قوه ليك، وتعمل احسن اداء، وتكون خلصت ليلتك وخلصت عبادتك والصلاه والتراويح. اديتك في الحلقه دي ايه فوائد الصيام للانسان الطبيعي وللرياضي، واديتك شويه نصايح. زي ما قلت لك انا مش مجهز لك حاجه، انا طلعت ادردش معاك شويه نصايح. ليه بتزيد؟ علشان انت مش بتحافظ على كميه الاحتياج بتاعك، انت بتدخل اكتر من الاحتياج بتاعك وكميه سكر عاليه. عايز احاول احافظ على الكتله العضليه بتاعتي، اتمرن بعد الفطار وتحاول تعرف الاحتياج بتاعك وتدخله. وافضل وقت مش قبل التمرين، لكن بعد المغرب على طول بعد ما تكسر صيامك، والافضل بعد التراويح على الساعه 9 9 ونص. وعاش يا دبابه، وشد حيلك وربنا يتقبل منا ومنكم. وزي ما بقول لك دايما، خليك رياضي، خليك صحي، خليك ذكي.